ليه بنرش الموية على الصبة بعد ما تنشف؟ عشان نبردها من حرارة الشمس. لو دي إجابتك تعالى صحح لك المعلومة وأنا في الطريق. الموضوع مش تبريد يا جماعة، الموضوع تفاعل كيميائي. الخرسانة عشان تتحول لصخر وتعيش 100 سنة تحتاج موية عشان تكمل تفاعل الأسمنت. العملية دي هندسيا بنسميها هايدريشن. الغلط اللي بيحصل في المواقع، المقاول بيرش الموية يومين ويقولك خلاص يا باشمهندس الصبة شربت وشبعت. هنا تبدأ تظهر الشروخ الشعرية وتضعف قوة البيت. طب ايه الأصول الهندسية؟ أولا الوقت. الرش يبدأ بعد ما تتصلد الخرسانة، غالبا بعد من 4 ل8 ساعات المدة. تاني حاجة، لازم تستمر في الرش لمدة 7 أيام كاملة. التوقيت، أفضل توقيت للرش الصباح الباكر أو قبل الغروب. ابعد عن وقت الظهيرة لأن الموية بتتبخر قبل ما الخرسانة تستفيد منها. نصيحة ونرود، لو تبغى صب حديد استخدم الخيش الطبيعي. غطي الأعمدة والأسقف بالخيش وخليه دايما مبلول، كده انت تضمن الخرسانة في حالة مثالية. لا تستهين بلي الموية، هو اللي بيخلي بيتك صخري. كم يوم رشيتم صبة بيتكم وهل استخدمتم الخيش؟ اكتبولي في التعليقات وخلونا نتبادل الخبرات. أنا مهندسكم أمرود، ضربكم خضر وعماركم صخر.